السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي انك انت تبدأ في مشروع الأرانب لو حابب تبدأ. لأن طبعا في ناس يا جماعة بتبدأ في مشروع الأرانب بداية غلط، وده اللي بيخلي معظم مربيين الأرانب أو معظم الناس اللي عايزة تشتغل في الأرانب بتبدأ ان هي تخسر، وبتطلع من مشروع الارانب بسرعة، وبتقول ان المشروع فاشل وبتخسر فيه فلوس ياما وحاجات كتير جدا بتأكد لك ان المشروع فاشل. فطبعا هو المشروع مش فاشل يا جماعة، الطريقة اللي الناس خشت بيها هي اللي غلط، والطريقة اللي الناس اشتغلت بيها هي اللي غلط. لان طبعا مشروع الارانب مش زي اي مشروع تاني، مش زي الفراخ، او مش زي تربية المواشي، او مش زي اي حاجة. مشروع الارانب يا جماعه بيلزم له حاجات اساسيات، مش ممكن انك انت تقدر ان انت تستغنى عنها. مش ممكن الارنب يعيش من غيرها، او مش ممكن بمعنى اصح ان هو يكون منتج من غيرها. ممكن الارنب يعيش في اي مكان في اي وقت في اي حته، بس طبعا مش هينتج الانتاج اللي مطلوب منه، ومش هيشتغل بالطريقه اللي هتبدا ان هي تجيب لك ربح او تدخل لك ربح، غير ما يتوفر الحاجات الاساسيه اللي هنقوله عليها في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو، اعملوا لايك للفيديو، اللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه واهم حاجه يا جماعه في المشروع بتاع الارانب قبل ما تبداه، لازم ان انت يكون عندك مكان كويس ينفع لتربيه الارانب. طب هي ايه مواصفات المكان الكويس اللي ينفع لتربيه الارانب؟ لازم يكون مكان التهويه بتاعته كويسه، درجه الحراره فيه تكون بتقدر ان انت تسيطر عليها في الصيف، وبتقدر ان انت تسيطر عليها في الشتاء. ان انت طبعا تقدر تدفي المكان في الشتاء وتقدر تبرده في الصيف، بحيث ان انت درجة الحرارة ما تزيدش عندك عن 25 او 27 في الصيف، او 30 بالكتير، وما تقلش عن 18 في الشتاء. المكان يكون مستقل بذاته يا جماعة، ما يكونش معاهم حمام، او ما يكونش معاهم عصافير او بط او فراخ او وز. ودي غلطة كبيرة كتير من الناس بتغلطها، ان هو بيجيب مثلا بوكسة او بيجيب بطاريتين من بتوع الارانب، وبيبدأ ان هو يربي ارانب في المكان متواجد فيه الطيور التانية، او على السطوح او على اي حاجة. فبتبدأ طبعا الارنب يا جماعة ما بيرتاحش او ما بيتكيفش مع الطيور او الحاجات التانية، نتيجة حاجات كتيرة جدا. نتيجة الأرنب طبعا بيخاف قوي، الحاجات دي بتتحرك، بتعمل حركة. الأم طبعا يا جماعة ممكن تموت ولادها. الأم طبعا ممكن تبقى خايفة طول الوقت من الطيور اللي حواليها ومن الحياة اللي حواليها. البول بتاع الطيور أو الريحة بتاعتهم طبعا بتأثر على الأرانب برضه بصورة كبيرة جدا. البول بتاع الطيور بيعمل الارانب ديدان، وبيعمل لها مشاكل معويه. كل ده يا جماعه لازم ان هو يكون مش عند الارانب خالص، لان الارنب يا جماعه شبه البني ادم بالظبط في اكله وشربه. يعني لازم يكون الاكل نظيف، ولازم يكون الشرب نظيف، لازم يكون المكان نظيف. يبقى المكان يا جماعه لازم يكون مستقل بذاته، لازم يكون جيد التهويه زي ما قلنا. لازم يكون المكان واسع مش مكان ضيق، تعرف الكمية اللي انت هتربيها في المكان بالظبط، تكون على قد المساحة اللي موجودة عندك. المكان طبعا يا جماعة يكون الإضاءة بتاعته كويسة، تكون عامل فيه إضاءة كويسة ما تقلش عن 13 أو 14 ساعة في اليوم. ده بالنسبة للمكان. هنبدأ نخش على تاني حاجة، وبجيب لك الحاجات يا جماعة اللي أنا بقولها لك ديت برتبها من الأهم فالمهم. يعني أهم حاجة عندك المكان، يعني لو متوفر عندك الحاجات التانية كلها ومش متوفر عندك المكان، برضو مش هينفع إن أنت تربي أرانب. فطبعا يا جماعة قلنا أهم حاجة عندك في مشروع الأرانب هي المكان. تاني حاجة يا جماعة عندك في مشروع الأرانب من الأساسيات الخبرة، إن أنت يكون عندك خبرة بالأرنب. يعني لو عندك مكان كويس نظيف جدا وكل حاجة وما عندكش خبرة، مش هينفع إن أنت تشتغل في موضوع الأرانب نهائيا. طب الخبرة تجيبها منين وأنا ما اشتغلتش؟ لازم طبعا عشان تكتسب الخبرة إن أنت تكون قريت عن الأرانب كويس وسمعت عنهم كويس من طبعا القنوات بتاعة اليوتيوب، ومن الكتب اللي ممكن تكون موجودة عن تربية الأرانب. أي حد مربي جنبك، أي حد عنده خبرة ممكن تستفيد منه في تربية الأرانب. وبتبدأ أول ما بتبدأ الخبرة
عندك لما تاخدها نظري بنسبة 100%، لازم ان انت تبدأ بعدد قليل عشان تبدأ ان انت تطبق عملي. عدد ما يزيدش عن 3 ارانب وذكر، 3 نتات وذكر او 4 نتات وذكر، وتبدأ ان انت بتشتغل بيهم موسم واثنين وثلاثة. يعني ممكن تشتغل بيهم سنة كاملة او سنة ونص او سنتين، على ما تبدأ ان انت تستفيد من الخبرة بتاعتك النظرية وتقدر تطبقها عملي، وتقدر ان انت بعد كده تشتغل وتوسع زي ما انت عاوز. ودي برضو غلطة كتير من الناس بيغلطها، ان هو بيبقى عنده شوية خبرة واخدها من فيديوهين سمعهم على اليوتيوب او حد حكى له عن الارانب، وبيبدأ ان هو يروح بدل ما يجيب 3 4 امهات وذكر، ويبدا ان هو ياخد العمليه واحده واحده عشان المشاكل اللي هتقابله. يبدا يعرف الجرب شكله ايه، الارانب بتلقح ازاي، امتى الارنبه تكون محمره عشان يحطها للذكر، ازاي ان هو بيحطها للذكر ويعرف ان هي لقحت، بيجس ازاي، العلف ازاي، الفطام ازاي، الارنب الصغير ده ما بياكلش ليه، طب في انتفاخ، طب ما فيش انتفاخ، طب ايه الادويه والعلاجات اللي لازمه للارانب، طب احط على الميه ايه، طب ما احطش ايه. طب الكلام ده كله يا جماعه لازم ان انت تعرفه. فبيبدا ان هو لسه ما عرفش الكلام ده كله، بيروح يجيب كميه كبيره من الارانب، 15 ام، 30 ام، 40 ام، وبيعمل مزرعه كبيره، وبيبدا ان هو العمليه تبوظ منه خالص. جالها جرب ما خدش باله، عادت المزرعه بحالها. عندها التهاب رئوي ما خدش باله، عادت المزرعه بحالها. عندها التهاب رحم ما خدش باله، حطها للذكر، وبعد كده الذكر لقح ارانب تانية وعادت المزرعه بحالها. بيجي يفطم الارانب، بيفطم غلط، الارانب ما بتحولش، الارانب بتموت. طبعا يا جماعه كل ده هيجاب له في المزرعه الكبيره او المشاكل اللي حصلت له بطريقه كبيره، هيبدا ان هو يخسر جامد. فطبعا لازم ان انت تكتسب الخبره الاول زي ما قلنا، وبتبدا ان انت بعد ما تكتسب الخبره كويس نظري، بتبدا ان انت تطبق عملي على مجموعه صغيره من الارانب، وبتبدا ان انت توسع بعد كده واحده واحده، لما تبقى الميت بالمشروع بتاع الارانب كله، بحيث ان انت مفيش اي حاجه تقدر تستعصي عليك، او مفيش اي مرض يقدر يستعصي عليك. بتكتشف المرض بدري، بتعالجه بدري، بتقدر ان انت تتحرك في المزرعه بتاعتك، وبتقدر ان انت تكتشف اي حاجه وتعالجها بدري. فطبعا ده شرط اساسي من شروط تربيه الارانب. تالت حاجه معانا يا جماعه، وهي الارنب الكويس او السلاله الكويسه. وما بقصدش شكل الارنب او لون الارنب، انا بقصد الارنب نفسه، ان هو يكون خط انتاج كويس. لان طبعا ممكن يكون ارنب شغال عندك كويس ابيض، او ارنب اسمر، او ارنب بابيون، او ارنب مش عارف ايه، هتروح عند واحد تاني هتلاقيه مش شغال عنده كويس. فطبعا السلالات كلها في مصر هيجين يا جماعه، فلازم تجيب من حد موثوق منه، يكون ارانب الصفات الوراثيه بتاعتها كويسه. بيديك ارانب من اللي شغال عنده، او من عيال الارانب اللي شغاله عنده، بترضح كويس، بتخلف كويس، بتاكل كويس، المناعه بتاعتها عاليه. فكل دي صفات يا جماعه بتورثها الارانب عن امهاتها، او عن الارانب اللي هي متاخده سلاله منها، مش شكل الارنب نفسه، او مش لون الارنب اللي بيحكم عليه. رابع حاجة وآخر حاجة معانا يا جماعة، وهي العلف. لازم تكون عارف انت تشتغل بعلف ايه. لازم تكون يا اما بتكبس لنفسك، او تكون بتجيب علف من حد مضمون، او تكون بتجيب علف الناس شغالة بيه وعارفة انه مضمون. لان العلف برضه هيأثر عليك بنسبة 100% في الانتاج بتاعك وفي الشغل بتاعك. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.